السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. للاسف مشكله الاغلب ان هو بيتوهم ان هو خلص مذاكره وانا خلصت، وفي الاخر بيتصدم. بمعنى انك مثلا تقرا الدرس وتشوف امثله عليه والمسائل الاساسيه تركز فيها او تفهمها وبعدين تكتفي بكده، تفكر انك خلاص كده تحل كل حاجه، فتبدا تحل وتتعقد وتتصدم انك مش عارف تحل كذا سؤال. انت ما ذاكرتش غلط ولا حاجه، انت ذاكرت صح وكويس جدا كمان، لكن انت ما خلصتش مذاكره وفي مسائل كتيره محتاج تعرفها، وحتى بعد ما تعرفها مش هتكون خلصت مذاكرة برضه. بمعنى انك لازم تراجع عشان تحافظ على مستواك ده، ان شاء الله هتوصل للمستوى اللي هيخليك تقفل المادة، مش انك تذاكرها ويلا السلام. فرق كبير بعد كده ان تعبك بعد كده هيكون قليل، وانك هتبقى اسرع في الوصول للمستوى اللي انت اخدت وقت كبير في اول مرة عشان توصل له. فاعرف الكام نقطة دول عشان ترتاح السنة الطويلة دي. الحل جزء لا يتجزأ من المذاكرة، لازم تحل كتير، وانت بتحل مش لازم انت اللي تجيب وتحل كل الافكار. هو السؤال ليه دقيقتين مثلا في دماغك، جبت فكرته وحليته اهلا وسهلا، معرفتش ده الطبيعي فتبص على الاجابات وحاول تفهمها. لو فهمت اجابة السؤال جت منين او ازاي فده كويس جدا. لو ما فهمتش ده طبيعي، ياما حصلت لي وحصلت لناس كتير. ساعتها تسأل مدرسك او اي طالب بينك وبين، او ممكن تبحث عن اجابة السؤال ده من يوتيوب وهتلاقي كذا طريقة شرح. المسائل الصعبة مش موضوع ذكاء وكده على قد ما هو موضوع خبر. انت لما تشوف افكار كتيرة وتعرف اجابتها هتعرف تحل وتتعامل. بعدين لما تاخد خبرة هتشوف مسائل جديدة واصعب من اللي انت شفتها قبل كده، وهتلاقي نفسك حليتها وجبت فكرتها. وده عشان بقى عندك خبرة، والخبرة في السنة دي اهم حاجة. وخليك عارف كويس جدا ان دي مش اخر مرة هتذاكر فيها الدرس، السنة طويلة وانت هتذاكر الدرس ده تاني والتالت وممكن رابع كمان. واعرف انك مش هتوصل لاعلى مستوى من اول مرة او تاني مرة، مع الوقت هتوصل. مش مهم وصلت بعد قد ايه، المهم توصل ويكون مستواك بيزيد يوم ورا يوم فعلا. سيبك من التفكير في الكليات ودرجتك اخر السنه والامتحانات، التفكير في كل ده ملوش اي 30 لازمه وتضييع وقت وصحه على الفاضي. خلي كل همك انك تحسن مستواك اول باول، وانك تقدر تطور من نفسك وتتحكم فيها اكتر وتجبرها على الصح، مش على اللي هي حباه وبس. كده كده هتتعب، بس ده تعب بمزاجك وبرغبتك، وده يكون عشان تعلم النفس احسن من راحه بعدها تعب وتكون انت اللي عملت كده بنفسك. السنه دي طويله عارف، وعارف كمان انها متعبه، لكن اعرف كمان انك في السنه دي تقدر تطلع احسن ما فيك وتعمل من نفسك حاجه احسن، مش كمظهر للناس عشان كليه قمه وكده، لا ده عشانك انت. كده الفيديو انتهى، يا رب فعلا تكونوا استفدتوا منه، وانتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم.